السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم ما جيناش نهضروا كيف العاده على الطوندونس وعلى القيل والقال. اليوم حنا قدام مأساة حقيقيه يا اخواني، معطيات صادمه ومستجدات كتهز المشاعر. حادثه السير خايبه بطبيعه الحال، ارواح تزهقات في عز الشباب ديالها، وعائله ديال ديكوك اللي ما لقاتش راسها غير في مواجهه القضاء. القضيه بطبيعه الحال كتعرفوا علاش كنهضر على ساميه بنت نجاة تابو، القضيه ديال حادثه السير اللي توفات فيها فتاة، وكاين دري في كوما كيف ما كنقولوا، بل في مواجهه واقع مرير. شنو دار حسن ديكوك فاش دخل للسجن ديال تيفلت، وشنو هي الكلمات اللي قالتها ساميه وهي كتبكي؟ خليكم معايا غادي نحللوا هذه القضيه بكل التفاصيل ديالها. البدايه كانت بخبر هز الراي العام، وفاه شاب وشابه في حادثه سير مميته. كانت ساميه ابنه حسن ديكوك طرفا فيها. هذه الواقعه ماشي مجرد حادثه عاديه، بل هي سيناريو كله الام بطبيعه الحال. الناس اللي تبعوا القضيه من الاول ديالها، العائلات فقدوا وليداتهم، والوجع كبير وكيكبر مع الوقت، وكاين واحد النوع من الغضب اللي تحول لمطالبات بالمحاسبه. حسن ديكوك في هذه اللحظه الفارقه بطبيعه الحال ما دار لا تصريح عشوائي لا هروب من المسؤوليه، بل اختار الطريق الصعب، التوجه مباشره لعائلات الضحايا، يواسي ويوقف معهم في الظروف الصعيبه. وهو موقف نبيل كيبان في شهادة العائلات اللي اعترفت بأنه كان السند الوحيد لهم في الوقت اللي غاب فيه آخرون. من بعد هذه المواساة كان ضروري أن حسن ديكوك يواجه بنته سامية. الزيارة داخل السجن ديال تيفلت كانت مشحونة بالانفعالات. حسب المعطيات اللي عندنا، سامية كانت في واحد الحالة صعيبة نقدروا نقولوا حالة هستيرية، والانهيار كان سيد الموقف. حسن ديكوك نقل لنا الصورة ديال بنته اللي كانت كترجف وكتقول: بابا ما تخلاش عليا، بابا ما تخلينيش هنا. هاد اللحظة كتبين أننا قدام إنسانة كتحاول تستوعب هاد الصدمة، وفي نفس الوقت هي كتعيش ضغط رهيب. حسن ديكوك خرج بتصريح واضح: ما غاديش نتخلى على بنتي، وغادي نوقف معها لاخر رمق. موقف الاب هنا كيتحط امام امتحان عسير بين مشاعر الابوه وبين المسؤوليه القانونيه. اخواني اخواتي، بطبيعه الحال كاين سؤال كيطرحوه بزاف ديال الناس: شنو وقع في ديك اللحظه؟ واش كانت السرعه؟ واش كان تهور؟ حسن ديكوك حاول يوضح نقطه اساسيه، وهي ان بنته كانت في حاله طبيعيه، ما كاين لا مخدرات، ما كاين لا تهور لا والو، ولكن الحادث كان نتيجه تداخل عوامل، منها عدم الانتباه اللي ادى لاصطدام خطير. الغريب في الامر هو اعتراف ساميه للوالد ديالها انها ملي خرجت من الدار حست باحساس غريب، بحال الا كانت حاسه بشي حاجه غاديه توقع. واش هادشي صدفه ولا هو الخوف اللي كيسبق القدر؟ هاد النقطه كتعطي للتحقيق ابعاد نفسيه عميقه جدا. المجتمع المغربي حاليا منقسم بين اللي كيشوف حادثه قدر وبين اللي كيصعد اللهجه بسبب فقدان الارواح. ولكن كما كنقول ديما، الدنيا دواره. اليوم كاين اللي كيتشفى، وغدا ممكن يوقع في نفس المشكل. هذا السجن اللي دخلت ليه سامية هو درس قاسي، ماشي ليها بوحدها، بل كل واحد كيستهين بالسرعة وبقوانين السير. نجاة عتاب الأم حتى هي أكدت أن بنتها عندها عديان كيتمنوا ليها هذا المصير، وهذا الشيء كيعقد القضية وكيزيد من التوتر المحيط بها. إخواني أخواتي، في انتظار استكمال الأبحاث والاستماع للشهود اللي كانوا في عين المكان، كيبان أن القضية غادية في مسار قانوني طويل. حسن ديكو كيحاول يوازن بين كونه اب كيدعم بنته وبين انسان كيحترم القانون وكيحترم الوجع ديال العائلات ديال الضحايا. حنا غادي نتابعوا المستجدات ونحاولوا نفهموا اكثر شنو اللي وقع ديك اللحظه بالضبط. اللهم يرحم موتانا ويصبر العائلات ويقضي باللي فيه الخير بطبيعه الحال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.